بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش المحترم، معالي السيد لنعم ميارة رئيس مجلس الشورى، معالي الصديق العزيز نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المحترم، معالي السادة الأمناء العامين للأحزاب والنقابات المغربية المحترمين، المجاهد الكبير محمد الدويري، أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة أعضاء المؤتمر، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه، تحية فلسطينية خالصة وصادقة للمغرب الشقيق. يشرفني المشاركة في افتتاح أعمال مؤتمركم ال18 هذا اليوم، وإعطاء هذه الكلمة لهو تشريف لدولة فلسطين التي أنقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني من غزة الصمود ومن القدس ومن الضفة ومن الداخل والشتات، وأنقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس. نبارك لكم في انعقاد مؤتمركم هذا، المؤتمر ال18 لحزب الاستقلال العريق، أول حزب سياسي مغربي تأسس في أربعينات القرن الماضي، مشكلاً قاعدة بعاث للحركة الوطنية المغربية المعاصرة، وبناء أسس مغرب ما بعد الاستقلال كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وتعددية. وهو التاريخ والحاضر الذي كان ولا زال حزبكم دعامة مركزية ومحورية من دعائمه. فحزب الاستقلال بتاريخه وتكوينه وأدواره ما هو إلا صورة من صور المغرب بأجمل حلة له. ينعقد مؤتمر حزب الاستقلال في ظل ظرفية سياسية وأمنية متوترة ودقيقة يعيشها العالم، الذي بات غارقاً في صراعات شتى تنذر بتحولات دراماتيكية في النظام العالمي القائم حالياً، وفي إدارة هذا الصراعات والتناقضات ومدى تحقق القيم الإنسانية والأخلاقية في القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهنا يطرح السؤال الجوهري أمام كل الأحرار في العالم ومفاده: ما هو شكل العالم الذي نريد العيش فيه؟ والإجابة على هذا السؤال ليس سوى بوصلة لصياغة برنامج عمل ورؤية نضالية لكل القوى الحرة. يعد هذا العام أحد أقصى وأصعب الأعوام في حياة الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، لا بل قد تجاوز مأساته النكبة نحو مذبحة مركبة تستهدف محو وإبادة الشعب الفلسطيني بشكل كلي على مرأى ومسمع العالم أجمع. في ظل هذا الواقع وصلت دولة الاحتلال الإسرائيلية في إجرامها إلى أقصى مراحل الدموية على مدار 7 أشهر من القصف والقتل والتدمير والتجويع واستباحة كل المحرمات في الأعراف الإنسانية، لتكون حصيلة ذلك حتى اللحظة أكثر من 35,000 شهيد من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأكثر من 75,000 مصاب، نسبة كبيرة منهم بترت أطرافهم أو تشوهت أجسادهم أو فقدوا البصر، في حين لم يعد قطاع غزة
مكانا صالحا للحياة بعد تدمير 65% من بنيته التحتية ومبانيه بشكل كلي. وسحق الكنائس والجوامع والجامعات والمدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية والمؤسسات، إذ لم يبقى في غزة إلا سوى الإنسان الفلسطيني الصامد فوق ركام كل هذا. الإنسان الفلسطيني بقي صامداً. دولة الاحتلال تعد العدة الآن لإتمام جريمتها وإغراق الشعب الفلسطيني بدمائه بالكامل لتستكمل مهمتها في إعادة الزمن والبشر إلى عصور الظلام، وذلك عبر الاستعداد لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، حيث يتواجد أكثر من 1,300,000 فلسطيني، غالبيتهم من النازحين الذين حوصروا هناك هرباً من حملات القتل الإسرائيلية. وسط كل هذا الصخب والجنون تسعى القيادة الفلسطينية بكل صبر وجلد إلى انتزاع قرار أممي بوقف الحرب الإسرائيلية على شعبنا، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يكون فاتحة لمسار سياسي جاد تتم رعايته بمظلة دولية متعددة الأطراف، يكفل إعادة إعمار قطاع غزة وعدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والبت في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني عبر تحقيق الوحدة الفلسطينية جغرافياً وسياسياً، وإقامة دولته المستقلة على كامل السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. في هذا الإطار كان للمغرب دوره وبصمته، حيث امتلأت الميادين بمناضلين ومناضلات من مختلف الأعمار والانتماءات، انتصاراً للحق وإسناداً للشعب الفلسطيني في مشهد ليس جديداً، بل هو امتداد طبيعي لطبيعة العلاقات والروابط التي تجمع الشعبين المغربي والفلسطيني منذ عصور قديمة. فالمغاربة ليسوا متضامنين بل أصحاب قضية، وهم شركاء في المصير وشركاء في الدم وشركاء في القدس وحمايتها والصمود بداخلها. ما يجري الآن في قطاع غزة يشابه تماماً ما جرى عند هدم حي المغاربة إبان احتلال مدينة القدس عام 67، حيث هدم الحجر، لكن الإنسان المغربي الفلسطيني أو الفلسطيني المغربي بقي صامداً في قدسه، مرابطاً وحارساً ومقاتلاً من أجلها. هذه العلاقات والروابط التاريخية والنضالات المشتركة وجدت تجليات مختلفة لها في الظرف الراهن، فالمغرب الرسمي يعد في مقدمة الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني. وهنا نتوجه بالشكر لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس حفظه الله. نوجه الشكر لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس حفظه الله، الذي أصدر تعليماته لإطلاق عملية إنسانية لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين. فقد تفضل الملك محمد السادس بالتكفل من ماله الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة، ويعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر الطريق البري. فيما حراك الشارع لم يتوقف منذ 7 أكتوبر، وقد كان لحزب الاستقلال دوره الواضح، فالحزب يقود الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني التي تواظب على حشد الشارع انتصاراً وإسناداً لشعبنا وحقوقه العادلة،
وهنا نوجه الشكر ونتمنى الشفاء لرئيس الجمعية السيد محمد بن جلون الأندلسي، هذا القائد النبيل والمبدئي، ناهيك عن علاقات الحزب الإقليمية والدولية التي لم يتوانى في استثمارها لنصرة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل. فقد لعب الزعيم علال الفاسي دورا بارزا في القضية الفلسطينية، وكان واحدا ممن شهدوا وساندوا تأسيس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. فالزعيم علال بوصفه الأمين العام لمكتب المغرب العربي في القاهرة، حيث كان منفيا، قام بعمل كبير وسط الطلبة الفلسطينيين في القاهرة، الذي كان من بينهم القائد الكبير الراحل ياسر عرفات، حتى أن قادة الكفاح الفلسطيني كانوا ينادون الزعيم علال بلقب الوالد. نشكركم. الكفاح يا علال ارتاح ارتاح، ويا علال ارتاح ارتاح، ويا علال ارتاح ارتاح. نشكركم ونطالبكم بضرورة استمرار وتوسيع حركة الإسناد والتضامن المغربي مع القضية الفلسطينية، قضيتنا جميعا، لأن دور المغرب ليس دورا قطريا، بل إن له تأثيراته الهامة في المحيط الإقليمي والدولي. فالمعركة الآن تحتاج تضافر ووحدة كل الجهود، والنضالات التي يخوضها الأحرار في مختلف بقاع العالم انتصارا للقيم والأخلاقيات الإنسانية، وصونا لعالم منشود نعيش فيه بأمن وسلام. وهنا أوجه الشكر مرة أخرى لمعالي السيد نزار على كلمته بحق فلسطين، ويمكن كنت أستغني عن كلمته بما قاله حقيقة. وأيضا معالي السيد لنعم ميارة ودوره أينما ذهب، ورئيس البرلمان في كل لقاءاتنا الدولية سواء بالرباط أو بالخارج، دائما المغرب يضع فلسطين في المقدمة. في الختام نتمنى لأعمال مؤتمركم الثامن عشر النجاح وتحقيق أهدافه عبر تجديد أطر الحزب وهياكله وتطوير رؤيته في البناء الديمقراطي والعمل الوطني لاستكمال المسيرة التي أطلقها الزعيم المؤسس علال الفاسي، والذي زاوج بين استقلال وبناء المغرب الحديث ونموه ومكانته ودور المغرب والحزب في الانتصار للقضايا العادلة ومنظومة القيم والأخلاق القائمة على تحقيق العدالة والحرية وصون الإنسانية. هنيئا لكم بمؤتمركم هذا، ونحن نعول عليكم كثيرا أيها الإخوة، يا إخوة النضال وشركاء في الدم والمصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل المغادرة ما تنسوش المشاركة في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.